بسم الله على بركة الله. في واحد كان كاتب لي في التعليقات عايز لاعب ال دبليو، افضل لاعب ال دبليو باقل من 1,500,000، فاحنا هناخدهم واحد واحد كده. اول حاجه ريبري. ريبري هو لاعب خفيف جدا ومهاري، ولكن يعني بصوا تقييمي ليه 7.5، لان هو مش احسن حاجه، في خيارات افضل. خش على فينيسيوس. فينيسيوس كل حاجه عنده حلوه ما عدا الباور شوت والتحكم بالكره. التحكم بالكره عنده سيء جدا. لو انت واحد مثلا في اخر دقيقه وركنيه عليك ومردود على الخصم، فانت هتاخد الكوره من عند الركنيه ديت هتجري بيها، فاللاعب ده هتلاقي الكوره جريت في حته وهو بقى في حته تانيه. تحكم الكوره سيء. ولكن لو هتلعب على المهارات ففينيسيوس احسن خيار ليك. خش على اللي بعده ريفاردو. ريفاردو مش احسن حاجه برضو. اللعبه دي مدياله نيرف. بقى الاول كان اول ما نزل كان كويس جدا، ولكن دلوقتي بقتش احسن حاجه. وبرضه تحكمه بالكره مش سيء ولكن حلو. وسرعته تحس ان هو تقيل بالكره قوي. خش على اللاعب اللي بعده. هو صن ما نتكلمش عليه كتير، هو لاعب ممتاز جدا. تقييمي ليه 9.5 من 10، ولكن زمنه راح. اللعبه اديته نيرف بس مش اللي هو يعني، ولكن زمنه راح. نخش على اللاعب بقى اللي انا جايبه لكم بقى. دي لاعب اوفر 118، وفي نفس الوقت لاعب رخيص مش غالي اللي هو يعني. واللاعب ده جميل جدا. وتقييم هو احسن حاجه عنده الباور شوت، عنده وحش جدا للمعرفه يعني ان ما عندوش حاجه اسمها باور شوت، ولكن عنده مهاره وعنده سرعه. ولكن هو سرعته بتوصل ل 197، فسرعته كويسه جدا. لكن سرعته بجري بالكوره اديله فيها مثلا سرعته جري بالكوره دول 8 من 10 بقى، لانه تحكم بالكوره حلو، ولكن سرعته بالكوره مش احسن حاجه. وشكرا لكم.